طريقة التحميل بتاعة الكيبورد ده انا هسيبها في اخر الفيديو، فانت تابع الفيديو لغاية الاخر عشان تشوف طريقة التحميل وتقدر تحمل الكيبورد بكل سهولة. طيب نبتدي بقى نبص كده على الكيبورد وكده ونشوف الدنيا فيه عاملة ازاي. ده طبعا الوضع الداكن، وده اللغة الانجليزي. انت تقدر تفتحها من علامة الايقونة بتاعة الكوكب اللي هي تحت على الشمال دي، ومجرد ما انت بتضغط عليها بتحولك للغة الانجليزي على طول. ولو ضغطت على علامة الارقام بتحولك للارقام والرموز، تقدر تستخدمها زي ما انت عايز زي ما انت شايف في الفيديو كده. وطبعا زي ما انت شايف كل الزراير اللي في الكيبورد شغالة، مفيش اي حروف ناقصة، كل الحروف موجودة، لان كان مشكلة حرف الظا ما كانتش موجودة في الفيرجنات اللي فاتت. دلوقتي كل حاجة بقت تمام. وعندك من هنا طبعا الايموجي، هتلاقي علامة الايموجي تحت موجودة على اليمين كده، ومجرد ما انت تضغط عليها بتفتح لك كل الايموجي اللي موجود في قلب الكيبورد وكده. فانت عندك كل الايموجي موجود ايفون، مش محتاج ان انت تنزل برنامج عشان تشغل الايموجي بتاعه كده، فكل الايموجي موجودة ايفون اصلا. لو جينا ان احنا نفتح مثلا الاعدادات بتاعة الكيبورد او الكيبورد من جوه، هنلاقي ده شكل الايقونة بتاعة الكيب وكده، نضغط عليها هتلاقي طبعا ديت سمات واشكال الكيبورد وكده، فانا هسيبك تتفرج على السمات دي. طيب بعد ما شفنا كل الاشكال بتاعه الكيبورد وكده، في اهم اعدادات بقى موجوده تحت. عندك الزرار اللي تحت خالص، ده معناه انك كل ما تضغط على اي حرف بيظهر لك علامه بابل كده. الزرار اللي فوقه طبعا بتاع الصوت، لو ضغطت عليه يفعل لك الصوت. الزرار اللي بعد كده طبعا اللي هو بتاع الاهتزاز، لو ضغطت على اي حرف هيفعل لك الاهتزاز بتاع بعد كده بقى الزرار اللي هو انت لو ضغطت على المسطره مرتين اتنين هيحط لك نقطه في اخر الكلام. بس كده نكون خلصنا شرح الكيبورد النهارده. سيبك بقى مع طريقه التحميل. طيب نشوف بقى طريقة التحميل. اللينك اللي قدامك ده هو اللي هيكون في وصف الفيديو وموجود في اول كومنت. اللينك ده بمجرد ما انت تضغط عليه هيوجهك لصفحة متصفح بتاع جوجل كروم، وهتظهر لك الواجهة اللي انت شايفها. كل اللي عليك طبعا ان انت تستنى ال 15 ثانية دول يخلصوا. طبعا زي ما انت شايف انت هتسيب الصفحة لغاية ما تخلص تحميل خالص. هيظهر لك اعلانات، هتطلع لفوق شوية كده هتلاقي العداد بيعد تاني، هتصبر لغاية ما تخلص كل الثواني اللي قدامك ديت، وبعد كده هيوجهك لصفحة تانية. بعد طبعا ما يخلص تحميل هتطلع لفوق بالشاشة شوية كده، هتلاقي حاجة اسمها نيكست. مجرد ما انت تضغط عليها هيوجهك للصفحة اللي بعد كده اللي هو الكلمة اسمها نيكست برضو، هتضغط عليها هيوجهك لنفس الصفحة. هتجيلك اعلان زي ده تضغط على علامة الاكس. بعد ما ضغطنا على علامة الاكس هيجيلك الصفحة دي فيها الاعلانات اللي هتستنى لغايه ما الاعلانات دي هتتحمل، وبعد كده هيجيب لك العداد تاني، هتستنى لغايه ما العداد يخلص. بعد كده هو ياخدك ويوجهك يطلعك لغايه فوق كده، هتلاقي كلمه اسمها نيكست، هتضغط عليها يطلعك اجباري برضو لفوق، وهتلاقي برضو كلمه نيكست تاني اضغط عليها. بعدين بقى يجيب لك الصفحه بتاعه التحقق بتاع الكابتشا زي ما انت شايف. بتضغط علامه الصح بتاعه التحقق بتاع الكابتشا وهيرجع لك تاني الصفحه اللي كانت بتظهر. هتطلع من الاعلانات دي هتطلع لفوق خالص كده، هتلاقي برضو صفحة التحميل بتاع 15 ثانية. هتستنى لغاية ما تخلص وبعدين هتضغط نيكست برضو تاني، وبعدين هيطلعك لنيكست. ولو ظهر لك طبعا اعلان زي كده اضغط على علامة الاكس، برضو هيعمل لك تحقق اذا كان الاتصال الموقع امان ولا لا، وبعد كده قال لك الاتصال امن، هياخدك يوجهك للصفحة اللي بعد كده. والصفحة دي طبعا صفحة التحقق بتاع الكابتشا اللي هو انا لست برنامج روبوت. هتستنى لغاية ما الصفحة تخلص تحميل وهتطلع لفوق وتفعل العلامة بتاعت انا لست برنامج روبوت. مجرد ما تضغط عليها يجيب لك علامة صح، وبعد كده يروح جاي موجهك للصفحه اللي بعد كده اللي هو انت لو طلعت فوق شويه هتلاقي كلمه اسمها نيكست برضو بتضغط عليها. وبعدين اعلان زي ده تضغط على علامه الاكس اللي هي فوق على الشمال دي، وهيوجهك للصفحه اللي انت شايفها ده. تستنى لغايه ما الثواني تخلص وبعد كده هتقول له متابعه. ترجع خطوه لورا عشان تفتح لك صفحه ميجا بتاع التحميل. هتلاقي عندك كلمه اسمها تنزيل، وده الكيبورد اهوت. مجرد ما انت تضغط على كلمه تنزيل اللي انا بشاور لك عليها هتلاقي ان الكيبورد اتحمل معاك في مدير الملفات في ملف الداونلود. بس كده، سلام.